بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم. السبت 8 فبراير 2025. برقيات ابن الجنوب حسن العلي. البرقية الأولى، أولا شكرا لقبائل شبوة ولقبائل حضرموت، أبديتم استعدادكم لتوصيل النفط والخام إلى الحبيبة عدن، ولكن شوفوا إيش قالوا، ما تقدروش لأنه في معاكم شركاء رافضين ذلك، الشرعية رافضين شركاء. منهم الشركاء؟ علي محسن وحميد الأحمر وأخوانهم والشلابيط حقهم. شوفوا كيف الشركاء. بالرغم منه البحثني اكتشف 3 مصافي مخباية في حضرموت وفي سيئون. الآن فهمتم يا شعب الجنوب ليش ما يريدوا الفرقة العسكرية الأولى بسيئون؟ ليش ما يريدوا الخروج من سيئون والسعودية معاهم؟ هل فهمتم اللعبة كيف؟ تورد المصابي في سيئون ويسرقوا نفط الجنوب على مرأى ومسمع شعب الجنوب، وحضرموت شبوه طافية مثل عدن. والآن لما شبوه وحضرموت بينقذوا أمهم الحبيبة عدن، خرجوا الحكومة والشرعية الخليجية يقولوا ما تقدروش لأنه في معاكم شركاء. منهم الشركاء الذي يحصلوا الجنوب في 94 صح؟ هذا الشركاء. والبرقية الثانية إلى شعب الجنوب الأبي، خرجنا بالأمس وحرقنا وعملنا إيش النتيجة؟ خلاص نرجع بيوتنا. والله العظيم أنا سبق وقلت لكم ما حد يقرأ لكم خطكم إلا أنتم. نتحرك لا معاشية مثل المرة الأولى، نتحرك لا معاشية ولا نشوف طائرات نحرك من عسكر التحالف في البريقة هناك نبيت نعمل خيام هناك وانبغروا لنا خطنا. لأنه بكل وضوح أنا أقول لكم السعودية هي ضدنا. كلام النبي عربي، ما حد يقول هذا كلام إلا العم حسن الحديد. السعودية ضدنا، ما بتهم الناس خيراتنا، وهي مستفيدة، هي والحكومة الشرعية الخليجية مستفيدين من خيرات الجنوب. ومثل ما قلت بالأمس تصادر وتسلم لبنك الرياض ويستخرجوا من النفط حضرموت يوميا 2 مليون برميل يوميا وتورد لبنك الرياض، مستفيدين. طب تعالوا أنا أقول لكم هنا ليش السعودية ما تعطيش توجيهات لحكومة الشرعية الخليجية بإعادة جميع البعثات الدبلوماسية؟ اليوم أكثر من نصف مليون استلموا بالعملة الصعبة. ليش؟ أنهم هناك متفقين على الجنوب، على دعس الجنوب، دعس كرامة الجنوب. والبرقية الثالثة بالأهمة وهي مهمة إلى المجلس الانتقالي، حدد مصيرك. كن مع شعبك ولا كن مع الشرعية الخليجية. حدد مصيرك. خرج من عباءة السعودية. أنت مشارك الآن بالحكومة، ولهم الشعب يخرجوا ضدك، ولهم حق. اعلن فك الشراكة من الحكومة الشرعية الخليجية واعلن إدارة ذاتية. شعب الجنوب معك، شعب الجنوب معك. اعلن إدارة ذاتية مجلس الانتقالي. شعب الجنوب منهار ورمضان على الأبواب، وأنت تعرف أن الخليجيين واللئام والسعودية يعقبهم الحرب أيام رمضان، يعقبهم الحرب والدمار أيام رمضان. وهي بدأت بوادر الحرب على شعب الجنوب. لا كهرباء، لا ماء، لا رواتب، وغلاء في غلاء فاحش. اخرج من عباءة السعودية يا مجلس الانتقالي، واخرج من الشراكة. اعلن إدارة ذاتية، اعلنوا إدارة ذاتية. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. حسن الحبيب.